اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طبعا انتوا قناه كبيره ما شاء الله. اهلا وسهلا. بتدور صناعه محتوى في لو دورتوا على اليوتيوب هتلاقوا ناس كتير بتعمل صناعه محتوى. في ناس كتيره والله بتعمل جرايم وناس دمها خفيف. ما اعرفش والله، يعني ما عنديش حد معين يعني. دوروا على اليوتيوب هتلاقي كل اللي انتوا عايزين. طبعا ما يعملوا معاكم انترفيو، انتوا قناه كبيره. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طب ما انا صانع محتوى، قلتليش ليه؟ انت مرفوض. حلقة النهارده بتتكلم عن شخصية جبارة. سيبك من كريم عبد العزيز في الفيل الازرق وهانيبال لاكتر ونبرة صوت جو جولدبرغ في مسلسل يو. احنا هنا بنتكلم عن الاو جي، عن الفاينل بوس للسفاحين الكبار قوي، هيرمان ويبستر مودجت، او زي ما هو معروف في الكريمنال ريكوردز اتش هولمز. الراجل ده ما كانش مجرد سفاح، مش 101 سيريال كيلر زي ما هو متعارف عليه في المانيوال. الراجل ده كان جيجا تشاد، جامد اخر 3 ادوار. راجل وسيم وشيك وبيلبس من التوحيد والنور وعلى سنجة 10، ولسانه بيسموه سيلفر تونج او السويت توكر، اللي بيتكلم وبيعرف يخلي الناس تخليك تبيع لك كليتها وهي بتشكرك ان انت اشتريت كليتها، وتحس ان دمه بارد ابرد من دور عمرو دياب في فيلم ايس كريم في جليم. وعمرو دياب مثل. هيرمان ويبستر اتولد في 1861 في نيو هامشير، وكعادة أي سيريال كيلر أو أي شخص من الأشخاص اللي في حياتنا بعض الأوقات بيجي لهم تراما هم صغيرين، والمرة دي كانت التراما داخلاله من صحابه وزمايله في المدرسة، لأنهم كانوا شايفينه سافتي شوية أو ناعوم شوية، وكان طفل يعني كان بيخاف من الدكاترة، من الحقن، من الهياكل العظمية، من الكلام ده، يعني زيه زي أي أطفال أو شباب صغيرين. بس طبعا صحابه وزمايله في المدرسة اللطاف الخفاف عملوا معاه حركة سرسج وقاموا حابسينه في أوضة فيها فعلا هيكل عظمي حقيقي. وده كان التحول الدرامي لويبستر. بدل ما ويبستر يطلع سوفتي ويخاف ويترعب، لا ده عجبه الموضوع وعمل بلوت تويست عالمي، ومن هنا قرر ان هو يدخل يونيفرسيتي اوف ميشيغان ويدرس طب. تمام، يمكن عشان يعالج الناس ويحسن من نفسه ويبقى انسان كويس. بس مش هيرمان، لا، هيرمان كان داخل لسبب تاني. هيرمان كان داخل كلية الطب عشان ياخد لايف ستوك، يعمل كونتنت، يشتغل عليه بيزنس خفيف. وهو طالب كان بيسرق الجثث ويشوه وشوشهم بطريقة احترافية. دكتور محترف، شغل السوبر لوكس، تشطيب فنادق، ويطلع لهم بوليس التأمين ويقول يا حرام دول ماتوا في حادثة. يعني كان من الفاوندرز اللي عملوا انشورنس فرود قبل ما الانترنت يتولد اصلا. تعالوا نخش على الفصل الثاني وهو القلعة، قلعة قتل الشيطان. ما بحبش الاسماء دي، بتضايقني. ايه قلعة قتل الشيطان دي؟ ده هي صيدلية وهو قلبها المبنى تاني. فين قلعة شيطان؟ ناس بتكتب سكريبتات غريبة. في 1886 هيرمان وصل شيكاغو وغير اسمه ل H هولمز عشان يعني يبقى كلاسي وفخم وكده. وبما انه هو خريج تشيب فقرر ان هو يشتغل في صيدلية لواحدة اسمها إليزابيث هولتون. وبعد كام شهر كده فجأة الحاجة إليزابيث وعم هولتون اختفوا، كأنهم عملوا انسبسكرايب من الحياة نفسها. ولما كانوا يسألوا هولمز فين إليزابيث وجوزها كان بيقول لهم ان هم سافروا كاليفورنيا يعملوا تان ويشربوا مينا كولادا. هولمز ابتدى ان هو يستولى على المكان ويغير موضوع الصيدليه ده بالكامل، ومن هنا قرر يبدا الكومباوند بتاعه. وهولمز هنا عشان يبدا الكاسل بتاعته كان عايز ان هو يجيب مقاولين يشتغل معاهم، فكان دايما يجيب مقاول لمده اسبوع ويزحلقه، والاسبوع اللي بعده يجيب واحد غيره. يا عم هولمز ركز على مقاول واحد خليه يريحك ويريحنا. بس هولمز ما كانش عايز يركز على مقاول واحد، كان عايز اكتر من مقاول عشان ما حدش يكون عارف البلو برنت بتاعت المبنى ايه اللي هو. المبنى الضخم اللي هو عمله ده كان فيه كرييتيف انتيريور ديزاين، ولا كأنك شغال مع هاني سعد، ولكن الانتيريور ديزاين ده كان هدفه الموت. وكانت التصميمات كلها متلخبطه ومحدش فاهم لها حاجه الا هولمز. يعني لو انت دخلت وحاولت تفتح باب تلاقي حيطه في وشك، سربرايز بيتش. وكان في غرف كتيرة زي غرفة الجاس لايتنج، غرفة متوصلة بمواسير، والمواسير دي متوصلة بغرفة هولمز نفسه وهو اللي بيتحكم فيها، ويفضل يفتح المحابس بتاعة الغاز اللي بتتوصل لغرفة النزيل لحد ما ياخد القيلولة الأخيرة. نخش بقى على الزحلقة. هولمز كان باني نظام في المبنى ان هو يقدر يزحلق الجثث من الأدوار العالية وتنزل على طول على البدرون، من غير بقى ما يخش في ديليفري ويخش في ان هو يطلع ويشيل جثث. هو فاضي للكلام ده، الراجل عايز ينجز. لحد ما وصلنا ل 1893 شيكاغو ذا وورلد فير. السياح كانوا بيجوا بالملايين، وده زي ما بيقولوا كده رزق الهبل على المجانين. وهولمز هنا قرر انه يفتح اوتيل ذا وورلدز فير هوتيل، وكان هولمز بيركز على الضحايا بتاعته يكونوا
السيدات اللي في اخر ال40 او في اول ال50 بيكونوا لوحدهم، بيكونوا لونلي واغنياء ومعاهم فلوس، وكان يجذبهم طبعا بسحره وجاذبيته وشكله الحلو، واول ما يقعوا في المصيده دي يمضيهم على كل ممتلكاتهم، واول ما يمضيهم على كل الممتلكات يختفوا من الوجود. وهنا بقى لينا وقفه عشان خاطر دي رساله لعزيزتي اللي بتسمعني، لكل شابه صغيره بتسمعني، لكل طنط بتسمعني. هديكي نصيحه للتشيك ليست كده تعمليها وانت اي علاقه مع اي شخص، والتشيك ليست دي قبل الجواز مش بعده. في حاجات هقولها لك لو تكرر منهم 3 حاجات، او لو عملتي تشيك ليست ل3 حاجات منهم، خدي اللابوبو بتاعك واخلعي. اللابوبو ده مزيل عرق؟ لا، الكاريزما الزيادة عن اللزوم. بيعرف كويس قوي يقول الكلام اللي يدوب القلب، بس وقت الخلاف ووقت المشاكل الوش ده بيختفي. لو تيجي تدوري على الماضي بتاعه تلاقيه مختفي او غامض، تيجي تشوفي اي علاقات مختفية، ناس في حياته اختفوا فجأة. العلامة التانية ان هو دايما مظلوم وكل الناس وحشة. التعاطف بيكون على المزاج، مع ناس بيكون بشكل ومع ناس بيكون بشكل تاني. ولما تحسي انه احساسك متلخبط تجاهه، وانك دايما تبرري تصرفاته لان انت مش فاهمة ومتلخبطة، وده اللي يوصلنا للفرق ما بين النرجسية والسايكوباتية. في موضوع التعاطف السايكوباتي مفيش، النرجسي شوية. في الكذب السايكوباتي بارد، ولكن النرجسي بيكذب عشان يخلي شكله حلو. السايكوباتي عايز سيطرة، النرجسي عايز إعجاب. عموما دول القرشين اللي عندي حطيتهم كنصيحه وجود لك وبالتوفيق. نرجع للمجنون هولمز اللي مضى الستات دي على كل ممتلكاتهم. بعد ما هولمز بنى المبنى الكبير بتاعه وحط الزحاليق وكل الجثث جاهزه وبتنزل على البدروم، خلينا بقى نتكلم عن المينتيننس. هولمز كان راجل نظيف جدا، راجل بيحب الريسايكلينج، زي ما تقول كده ايكو فريندلي، ما كانش بيرمي الجثث ويقطع والكلام الفاضي ده والدبان والقرف. الراجل نظيف ومحترم، شغل نظيف، سوبر لوكس، تشطيب فنادق. كان الراجل بينظف العظم ويطلعه نضيف، وكان بيبيعه لكليات الطب. بص، راجل شغال فول تايم جوب، قتل ونصب وتجاره سكند هاند للطب، ولا اجدع ستون كمال. هولمز في الوقت ده كان عنده السنيد بتاعه او المساعد بتاعه بنجامين بيتسل، وبعد فتره اتفقوا ان هم ينصبوا على شركه التامين. بكام يا عم؟ المبلغ $10,000. وطبعا انت في 1896 $10,000 دول يعني يشتروا لك موبايل نوكيا 6110. وهولمز اتفق مع بنجامين ان هو هيقسم معاه فلوس التامين، ولكن طبعا الشيطان شاطر، وهولمز قرر ان هو يتخلص من بنجامين اصلا ويخلي الفلوس كلها ليه. طبعا بعد كل الفتره دي وكل الجثث دي والناس اللي بتختفي في الاوتيل ده، المحقق فرانك جير ابتدى يطارد هولمز، وهولمز ابتدى يلاحظ ان في واحد بيدور وراه. فابتدى هولمز ان هو يسافر من ولايه لولايه، ولكن فرانك وراه، لحد ما فرانك المحقق جاب هولمز من قفاه في بوسطن وتم القبض عليه وخلصت اللعبه يا عم هيرمان. بعد ما الولايات المتحده عملوا تحقيق كامل عن هولمز عشان يعرفوا بالظبط عدد الجثث قد ايه اللي قتلها، هولمز زي ما احنا عارفين راجل متواضع، فقرر قال انه الرقم 27 جثه بس. لكن بعد التحقيقات والتفتيش طلع ان عدد الجثث اكتر من 200 جثه. شغل فول تايم جوب، الراجل بيضحي بنفسه عشان مستقبله، زي محمد رمضان كده ببدله الراس على المسرح، شغل جامد. 1896 طلع قرار اعدام هولمز، وهولمز هنا طلع بغطرسه عاليه قوي وقال انا اتولدت وكان الشيطان هو الميد وايف بتاعي. الميد وايف يعني الولاده، يعني تخيل انت الشيطان عم لوسيفر فاضيلك عشان يبقى الولاده بتاعت حضرتك. وطلب ان هو يدفن في تابوت معاه كتله اسمنت ضخمه ويترمي في قاع المحيط بطريقه بعيده جدا عشان محدش يوصل له. ودي كانت نهايه هولمز. لو تسالني انا هقول لك هنا سلاح القتل نفسه ما كانش هولمز، هو كان المبنى، العلاقه ما بين هولمز والمبنى الاحترافي اللي بناه. السلاح الخطير هو الخريطه او البلو برنت بتاعت المبنى او الكاسل نفسه. السلالم ازاي كانت مبنيه، الغرف ازاي كانت معموله ساوند بروف، يعني لو انت قاعد في غرفتك وفي الغرفه اللي جنبك كونسرت لميتاليكا ولا هتسمع لها اي صوت. المكان كان مرايه لصاحبه. هولمز كان باني متاهه زي شخصيته، تايهه ومعقده وصعب تفهمها. لما تتخيل ان انت مثلا انفلونسر او ان انت تخش الاوتيل عشان تحجز تشيك ان وانت داخل اللوبي تشم ريحه لافندر كده حلو، ولكن اللافندر ده عباره عن فورمالين اسيد طالعه من البدروم، وفي كده لمسه تاتش غاز خفيف كده يدوخك. وده كان مقصود من هولمز عشان الضحيه لما تخش الاوتيل تكون مجهزه ان هي تفقد وعيها بسهوله. وكان دايما المكان كئيب وغريب لدرجه انك تسمع صوت الخشب اللي انت ماشي عليه على الارضيه بيزيق يخوف، وتحس دايما ان هولمز كان ماشي ورا الحيطان وبيسمع وبيتفرج من خرم الحيطان. وان انت لما تمسك مفتاح الغرفه بتاعتك وتحاول تفتح الباب وتخش تحس بفايب غريب مخيف، او تنزل مثلا السلالم بتاعه الاوتيل تلاقي نفسك بعد ما تنزل السلم تلاقي حيطه. وده مش غلطه هندسيه، ده ميم يا معلم. في النهايه طبعا ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب.
ده المهم في القناه، بس المهم اكتر انه نعرف انه النهايه للمبنى انه اتحرق واتبنى مكانه للسخريه مبنى بريد انجلوود بوست اوفيس. سبحان الله، المكان اللي كان بيتقتل فيه الجثث وتختفي فيه الناس بقى مكتب بريد. والله كل واحد حر بقى، عايز تروح تستلم بريدك، عايز تروح تستلم قبرك، انت حر. المهم النصيحه الاخيره اللي عايز اقولها، لو رحتي شيكاغو ولقيتي شاب وسيم بيقول لك انا عندي غرفه بخصم 90%، اعملي زي ما فورست جامب قال لك بالظبط، ران يا مجدي ران. اشوفكم الحلقه الجايه.